مشاهدينا واهلا بكم الى النشره الجويه نستهلها بتحليل صوره الساتل، حيث نلاحظ سحب كثيفه وغير مستقره بالاطلس بمنطقه الشرق وكذلك بالريف. غدا بحول الله بالمناطق الشمالية من المتوقع تكون كتل ضبابية مع سحب منخفضة بالسهول، فيما ستكون الأجواء غير مستقرة مع نزول أمطار أو زخات رعدية بجنوب المنطقة الشرقية وكذلك بالأطلس المتوسط، فيما ستكون السماء غائمة مع نزول قطرات مطرية ضعيفة ومتفرقة بمنطقة الغرب وبهضاب الفوسفات والماس وكذلك بالسهول غرب الأطلس. درجات الحرارة خلال الليل ببولمان ستعادل 8 درجات، 9 درجات بإفران، 17 درجة بتازة وبفاس، 15 درجة بمكناس وبمدينة وزان، و18 درجة ستسجل بالدار البيضاء بمدينة الجديدة وكذلك بطنجة. ودرجة حرارة النهار ستتراوح مقاييسها ما بين 28 درجة بفيكيك، 25 درجة ببوعرفة، 32 درجة بوجدة، 25 درجة بالناظور وبمدينة تاسا، 27 درجة بالحسيمة، 26 درجة بتطوان، و24 درجة ستسجل بالرباط. بوسط المملكة يتوقع دائما تكون سحب منخفضة مع ضباب بالقرب من السهول، هذا مع نزول زخات رعدية بالأطلس الكبير، فيما ستهم قطرات مطرية متفرقة السهول غرب الأطلس مع هبوب رياح قوية نسبيا ورفع بعض الزوابع الرملية بالجنوب الشرقي بمنطقة سوس وكذلك بالأطلس الصغير. درجة الحرارة خلال الليل بالراشدية ستصل إلى 19 درجة، 22 درجة بأرفود، 23 درجة بزاغورة وطاطا، 16 درجة بترودانت، وستسجل كذلك بالصويرة، و18 درجة بأكادير وبسيدي إفني. ودرجات الحرارة خلال النهار ستتراوح ما بين 29 درجة بالراشدية، 32 درجة بورسزات، 28 درجة ببني ملال، 29 درجة بمراكش، و25 درجة ستسجل بأسفي وبمدينة قلميم. بشمال الأقاليم الجنوبية ستكون السماء قليلة السحب كما يظهر هذا مع هبوب رياح نسبيا قوية ورفع بعض الزوابع الرملية لا سيما بالمناطق الداخلية. بالزاك ستصل درجات الحرارة خلال الليل إلى 16 درجة وستسجل كذلك بطنطان، و17 درجة بسمارة بكراع بقلة الزمور، فيما ستسجل 18 درجة بالعيون وبمدينة الطرفاية. ودرجات الحرارة خلال النهار ستعادل 31 درجة بسمارة، 32 درجة ببكراع، و29 درجة بالعيون، فيما ستسجل 26 درجة بمدينة بوجدور. بأقصى الأقاليم الجنوبية يتوقع أن تكون الأجواء عموما صحوة ومشمسة إلى قليلة السحب كما يظهر. درجات الحرارة ستصل ببئر أنزران خلال الليل إلى 18 درجة، وستسجل كذلك بالدخل 20 درجة بأوسرد، و19 درجة بالكويرة. وبالكويرة ستصل درجات الحرارة خلال النهار ستصل إلى 27 درجة، 24 درجة بالدخلة، 33 درجة ببئر أنزران، و34 درجة ستسجل بأوسرد كعلى مقياس. وعن توقعات الأيام القادمة يوم الجمعة من المتوقع بحول الله أن تكون الأجواء غير مستقرة ولله الحمد، مع نزول زخات رعدية محلية بشمال منطقة الشرق، بالريف، بمنطقة طنجة، باللكوس، هضاب الفوسفات والماس بالسهولة الشمالية وكذلك بالأطلسين المتوسط والكبير، فيما ستهم قطرات مطرية ضعيفة ومتفرقة وأحيانا زخات متفرقة المناطق الوسطى وكذلك الغربية. ودرجات الحرارة ستشهد بعض الانخفاض خلال النهار. وأيام السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء وكذلك الأربعاء يتوقع تكون الأجواء متقلبة مع نزول أمطار محلية بالأطلس، بالمناطق الشمالية، بالوسطى وكذلك بالشرقية وبمنطقة الريف. ودرجات الحرارة خلال النهار ستشهد بعض الارتفاع الطفيف. أما الآن مشاهدينا أترككم مع توقعات عواصم المغرب الكبير، أوروبا والشرق الأوسط. شكرا على